يا حماد حسين عامر ابنك ضرب ابني بركباتي. محمد حسين عامر رد له قال له أنا منكرا ومعدلا بالمكروف، وانا والله اسير اشتكي له عند الرئيس. اذهب وستراني ان شاء الله لك من الحاضرين. قال الرئيس ما في داعي للعلماء ان يتشاكلوا، انتم علماء مثقفين، اتعلمت من ما تعلمت به الاجيال الشرفاء. مؤذن الجامعه الكبير سمع قال كل من صلى سيارته سألوا يدي وخلص. هؤلاء أحزاب اللقاء المشترك، قطاع الطرقات، هؤلاء لا يردون السلطة إلا عبر الفوضى وإخافة السبيل وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن. لكننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة، سنقاتلهم حتى آخر قطرة من دمائنا. التحية والشكر والتقدير إلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن البواسل أينما كانوا. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خبراء، هذا علي محسن وصاحبي صديقي. مرة يا خبراء سيادة اللواء علي محسن حفظه الله عزمني، وبعدين يا خبراء ذبح لي الكبش ودي لي القات واتغديت وغزمت عنده يا خبراء الساعة 8 المساء. وحينما رجعت إلى البيت وجدت أمي وأبي يبكون. قلت يا أمي ويا أبي لماذا تبكون؟ قالوا يا ولدنا يا عبدو اليوم هذه الكبش حقنا والقات سرق. قال وانا قد اقول يا خبراء كيف لما اليوم اللي عزمني ما نقدر انه اكرمني من حق الوالد، لكن الله يجزي كل خير. الشيخ صادق الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي أتعهد إلى كل الشباب، وفي المقدمة شباب الثورة في ساحة التغيير، وأراهن وأتعهد على أن علي عبد الله لن يعود. فإذا عاد علي عبد الله فأنا سأرتدي الشرشف وأدخل بين النساء. والجندي يقول له يا صادق الأحمر هذا علي عبد الله صالح قد عاد إلى هذا الوطن، وأنت مسلمين يقولوا يا صادق رجل عظيم لا أريد إلا أن توفي بعهدك. أرتدي الشرشف وادخل بين النساء واشهد علي يا حمود منصر يا مراسل العربية، والله لا نقش ولا قشال